مصر، كورة مصر، عيش الكورة. اهلا بكم مشاهدينا واحييكم على الهواء مباشره من ماسبيرو وحلقه الملعب يوم السبت. كوره مصر، كوره مصر، كل الكوره اللي في مصر. طبعا احنا النهارده الكوره هي كوره النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا النهائي ولقاء العوده في الدار البيضاء بالمغرب غدا باذن الله في 10 مساء توقيت القاهره على ملعب مركب محمد الخامس، مركب الرياضي محمد الخامس. إن شاء الله الأهلي سيعود بكأس أفريقيا ويضيف النجمة رقم 11 على قميص النادي الأهلي. كل الثقة في لاعبي النادي الأهلي والمدير الفني طبعا إن شاء الله، اللي حاطين أكيد أمام أعينهم إنهم يرجعوا بالكأس. نتيجة 2-1 كانت لقاء الذهاب كما تعلمون لصالح النادي الأهلي. البعض يرى أن هدف اللي أحرزه الوداد في القاهرة هيكون ليه يعني دور كبير في أن الوداد يفوز بالكأس، ولكن الكلام ده مش صحيح. ده اللي بيحاولوا يأثروا بيه الفريق الودادي على فريق النادي الأهلي ولاعبيه، ان هم يعني دي بالنسبة لهم كانت يعني ثغرة في اللقاء، لقاء القاهرة، وأنه الأهلي يعني 1-0 هناك للوداد يكفي لحمل الكأس وانتزاع أو الحفاظ على اللقب، لأنه الوداد البيضاوي المغربي هو صاحب اللقب الأخير الموسم الماضي مع كان الأهلي في الدار البيضاء كما تعلمون وللمتابعين. أنا بشوف أن دي كلها عوامل نفسية هم بيحاولوا يضغطوا بيها على النادي الأهلي وجماهيره، أن هم شايفين الموضوع ده، ولكن أنا بشوف برضو أنه النقطة دي جات لهم من ان الهدف جه في الدقيقه 86. خليني الاول ارحب بضيفي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عادل عطيه. اهلا بيك. استاذ عمرو الله يخليك. ازي حضرتك؟ ايه رايك في النقطه اللي انا قلتها دي، ان هم فرحتهم بالهدف، وان هم شايفين ان هم كده قطعوا شوط كبير في الحفاظ على اللقب، هو ان الهدف جه في الدقيقه 86 مش ان هم جايبين هدف في القاهره. بالزبط. ولا رايك ايه؟ لا بالظبط، يعني حته شويه الناس ده عامل نفسي الناس بس بالظبط مش واخده بالها منه. بالظبط. انا كمان بحيي حضرتك على البدايه والنظره التفاؤل الكبير قوي اللي حضرتك قلت الاهلي ان شاء الله هيجي بالنجمه ال11 من المغرب، وده فعلا منطقي جدا، لان لو حضرتك تبص مستوى اداء الاهلي او مستوى الاداء الفني الاهلي في الفتره الاخيره من بعد التعثر الرهيب في دوري المجموعات، والنقطه اللي خدها او الدفعه اللي خدها من اهدار اطهر الطاهر بتاع السودان اللي هو ضيع وادى قبله الحياه تاني للنادي الاهلي. تمام. الاهلي استثمر هذه الفرصه بشكل جيد جدا، مشي بخطى ثابته، كسب الهلال بشكل جيد جدا، ثم الرجاء في القاهره وقدر يتعادل معاه بشكل جيد جدا في المغرب، ثم الترجي رايح جاي، مش خلال النتيجه بس، لا اداء كمان جيد جدا. الاهلي ارتفع مستواه ووصل لاعلى درجات التفوق من مباراه لمباراه بعد الخروج من دوري المجموعات. تحول الاهلي، الاهلي قادر. طبعا الاهلي لو الحسابات، يمكن عملنا الاحصائيات دي في يوم السبت الماضي قبل لقاء الذهاب، كلها لصالح الاهلي طبعا. بطولات، عدد البطولات، عدد المباريات، عدد الفوز، نسب الفوز، نسب الاهداف، الكلين شيت، كل ده لصالح الاهلي. ولكن ايضا من فوق كل ده، يعني نحط ده كله نحط فوقيه، النادي الاهلي مستواه الفني حاليا اعلى من الوداد المغربي. دي حاجات مسلمات لازم نسلم بيها. فاحنا رايحين، مش رايحين عشان خاطر ان احنا خايفين او قلقانين او ان شاء الله الاهلي رايح عارف هو عايز يعمل ايه. كولر اكيد عارف هو عايز يعمل ايه. خليني بس اقول انه مارسيل كولر البعض بيقول انه يروح يهاجم من البدايه ويفاجئ الوداد المغربي. انا شايف انه في سيناريو هو عايز ايه من المباراه، هو عايز يطلع كسبان البطوله. طب اكسبها ازاي؟ يلعب 0-0 او يلعب على انه يطلع 0-0 او يخطف هدف، فيبقى عنده دفاع منظف من العمق، يعني او دفاع بيسموه عمق دفاعي. أيوه. من نص الملعب، ويقدر ان هو يحافظ على شباكه نظيفه. لو دخل الشوط الثاني وهو كسبان 1-0 فهو كده عدى 90%. لو دخل الشوط الثاني وهو 0-0 برضه عدى، هو كده عدى بس بنسبه 50%، لانه كل دقيقه في الشوط الثاني
كل دي هتعدي في الشوط بتمثل الثاني، ضغط على بتمثل الوداد ضغط وتوتر والثقه وثقه للنادي للنادي الاهلي. بالظبط. فاعتقد هو لو كولر عارف، هو اكيد عارف اللي انا بقوله. طبعا راي أكيد حضرتك عارف ايه في طبعاً. الكلام ده؟ رأيي طبعا اتفق مع حضرتك 100% طبعا. عاوز اقول الاهلي لازم يعني يخش المباراه بجرأه هجوميه في الاول، يقسمها، تتقسم مراحل. اول 10 دقائق يبقى في جرأه هجوميه، ما يرجعش للمناطق الخلفيه او لخط ال 18 بشكل خاص. ثم بعد 10 دقائق، ربع ساعه او تلت ساعه في المنتصف، يبقى مش زون ديفنس لا، من نص الملعب، دفاع من نص الملعب بشكل مكثف جدا. انا مش عاوز اخلي منطقه الوسط بتاعت المناورات بتاعت الوداد والمنطقه الاماميه اللي هم يضغطوا علينا من البدايه. لازم يبقى في، انا اوقفهم عند نص ملعبهم، ما اخليهمش يجوا من نص ملعب النادي الاهلي بشكل واضح. كمان عاوز احد من خطوره حاجتين مهمين جدا: الكروسات والكرات الثابته، الفوارات الثابته. الكروسات عندهم سامبو ده غير عادي، لعيب سنغالي قوي جدا. أيوه. الفتش بتاعه عالي جدا، ابرز لاعبين، وبياخد كل القرارات، يعني هي كل القرارات العاليه كان بياخدها. فانا حتى لو الكرات اللي جت العكسيه وخد الكره العاليه، لازم السكند نقول انا اخدها. طيب خلينا نقول ما خلاش في متناول لمهاجمين الوداد. الاهلي او كولر وقع في اخطاء في مباراه الذهاب. ايوه. الاخطاء دي كيف يتم تلافيها في المباراه القادمه غدا ان شاء الله، من ناحيه وسط الملعب، من ناحيه الهجوم، من ناحيه الدفاع، في كل الخطوط؟ ايوه. اتفضل. لا، هو كان ماشي بشكل جيد جدا. يعني لو نشوف الشوط الاولاني في الماتش الذهاب، تقريبا الاستحواذ كان وصل ل 80-20 او 85-15. كان الاستحواذ بشكل، وكان استحواذ ايجابي. انت بتعمل جبهات وبتعمل هجمات مضاده بشكل كبير جدا، وضغط الوداد في ملعبه، حتى ما فيش اصلا، ما خرجش باي كوره في طوال الشوط الاولاني. ضيعت فرص كتير جدا، يعني كهربا ضيع انفراد تام في الشوط الاولاني. ثم ربنا كرم وجاب النادي الاهلي هدف في نهايه الشوط الاولاني. ده اداله ادى احباط للوداد، وادى طبعا ثقه كبيره جدا للعيبه الاهلي والفريق الاهلي والكره نفسه والجمهور اللي كان يعني مزين الملعب بشكل كبير. الشوط الثاني نزل برضه بنفس الاسلوب، قدر يحرز هدف ثاني. لكن الشيء اللي بعتب عليه بس الكولر، لان العناصر كلها كانت بتلعب بشكل حماسي جدا وبتركيز عالي جدا، وده خد منهم جهد بدني كبير. اخر ربع ساعه في المباراه كان لابد من مستر كولر اللي هو يحصل تغيير في بعض اللعيبه، اللي هي تدي بقى طاقه ايجابيه، تدي ريفريشن شويه للعيبه، انتعاش للفريق بشكل كبير. دفاع وخط نص، لكن ده ما حصلش. حصل بعد ما جه الوداد هدف المباغت اللي جه جول. هو الحته دي الناس هي دي النقطه، محور التحول. الناس اتكلمت في القصه دي كتيره، ولكن هو كولر بالفعل كان، لو احنا ناخد بالنا، كان قبل الهدف بالظبط كانوا اللعيبه على الخط بيستعدوا لان هم بيستعدوا للتغيير. الحكم بس كان مستني يبقى فيه كوره بره عشان يقدر يعمل التغيير. وهو حضرتك الهدف كمان جه من خطا ساذج جدا. ما قدرش، يعني في رعونه شويه في اللي انت تطلع الكوره بشكل جيد، طلعتها بشكل خاطئ. مش عايزين نحمل برضه الموضوع كله على علي معلول، لانه هو اخطا فعلا. علي معلول الكوره بس رجع خدها تاني، بس هي الباص بتاعته ما كانتش في مكان القدر يعني. بالظبط. زائد عبد المنعم دخل يعني زي ما بقول باع نفسه بشويه غير عاديه في الكوره، زي ما بقول في بلدي يعني، مع ياسر ابراهيم. فدي جت خطأ مشترك من الثلاث مدافعين. حلو. انا عايز من هنا حضرتك تقول لي الثغرات دي او الاخطاء دي، ما ده خطأ طبعا. الدفاع، الاخطاء الدفاعيه اللي كانت عند النادي الاهلي، كولر يعني هيتعامل معاها ازاي في لقاء العوده، خاصه ان لقاء العوده مختلف تماما، ليه سيناريو وليه فكر. الوداد مختلف برضو. ما ننساش ان الوداد على ملعبه ما هوش بالفريق اللي هو بيكشر عن انيابه، بينزل بيجيب جولين وثلاثه واربعه. لا طبعا. ابص حضرتك، عاوز اقول حاجه والناس لازم تبقى يعني تتفق معايا في كده. السيناريو بتاع السنه اللي فاتت مش احسن السنه دي. لا، ده كان ليه وضع مختلف، ليه وضع كلنا عارفين ايه الملابسات بتاعته خارج الملعب وحاجات كتيره جدا. لكن اعتقد انت كنادي الاهلي انت رايح كسبان اوريدي، انت رايح كسبان 2-1. يعني انت الضغط على الوداد اللي هو لازم مبدئيا يحط هدف، وبعد كده يشوف الدنيا فيها ايه. لان اي تعادل سواء ايجابي او سلبي في صالح الاهلي. فالضغط كله على الوداد. صحيح الجمهور عنده بيشجع بطريقه غير عاديه، عنده بأزرة ومسانده كبيره جدا، لكن
اعتقد لعيبه الاهلي كلهم لعيبه دوليين، لعيبه كبار متمرسين على هذه المواقف بشكل كبير جدا. يعني انت حضرتك الاهلي 7 سنين 6 نهائيات، 16 مره يوصل نهائي، فعندك خبرات كبيره جدا. حتى الجيل ده مره 16 فاذا عندك خبرات كبيره جدا. والاهلي كتير كان بيبقى كسبان 2-1 جوه ارضه وبيكسب وبيتعادل بره 0-0 او يتعادل 1-1 او واتيفر. اي بالظبط، يعني اقل تقدير انه هيتعادل. فانت اللي مطمن، اللي عاوز اقول للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يطمن ليه؟ بقى عندك سكواد عالي جدا. اللعيبه بتتحرك بوعي، بمرونه تكتيكيه وحركيه بشكل جيد جدا داخل الملعب. يعني بنشوف جبهات، بنشوف مع هاني مع بيرسي تاو عاملين شغل عالي جدا. يعني شوف بيرسي تاو، يعني بحييه فعلا وبحيي مستر كولر ان هو فعلا طور اداؤه بشكل كبير جدا وبقى من العناصر الاساسيه والمهمه جدا في فريق النادي الاهلي. هو الولد كمان طور بدليل اللي هو اختاروه في منتخب جنوب افريقيا مؤخرا. نفس القصه حسين الشحات، افضل لاعب في المباراه الاولى، مباراه الذهاب، وكل المباريات افريقيا اعتقد كان دايما بياخد من افضل لعيبه في المباراه. تمام. وعمل جبهه كويسه جدا مع معلول. مروان عطيه عامل شغل في وسط الملعب محوري بشكل كبير جدا. في وسط الملعب من ناحيه الهجوميه والدفاعيه. ده تدريب اليوم اهو في المغرب، ووصول الفريق او الفريقين الى ارض الملعب علشان تدريب. أيوة. قبل طبعا المباراه لازم الاهلي ادي فريق الاهلي اهو كولر اهو. أيوة. مارسيل كولر لازم يكون عنده تدريب على ملعب المباراه قبل يعني هو بيختار اي وقت يتدرب عليه. هو اختار طبعا النهارده، يعني الماتش بكره، فهو بيختار ان هو اخر يوم على اساس ان هو هيبقى حضور جماهيري او حضور من الصحفيين والنقاد، بحيث لا والاهلي لسه كان ملاعب الرجاء قريب. فهو كان هناك برضه. لسه كان هناك يعني. والاهلي لعب على الملعب ده السنه اللي فاتت يعني. لا الاهلي خلاص خد على الاجواء دي اعتقد. يعني لا الامور مختلفه. واعتقد كمان مستر كولر هيحفظ كل واحد ايه مهامه. كان في تدريب برضو الساعة 10 النهارده مساء، عشان ده توقيت المباراة 10 مساء توقيت القاهرة، يعني ده التوقيت اللي هيتلعب فيه المباراة بكرة. طيب شايف ايه التغييرات او المراكز اللي مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي محتاج ان هو يغيرها عن ما كانت عليه في لقاء الذهاب؟ انا شايف مستر كولر يلعب بنفس التشكيل. نفس التشكيل بالظبط. لان كله ادى باعلى مستوى من الاداء الفني وبتالق كبير جدا. ما عدا طبعا رغم ان هو تالق برضه مصطفى شوبير، لكن الشناوي برضه محتاج الماتش ده. يعني عنده خبرات تراكميه كبيره جدا في مثل هذه النهايات الكبرى. الشناوي هيلعب بكره طبعا. هيلعب بكره. فاعتقد ده برضه هيدي دافع كبير جدا وهيدي ثقه كبيره جدا للمدافعين. كمان عاوز اقول حاجه، ما هو بتاع الوداد مش على مستوى. يعني فعلا مهزوز. هو فعلا مش على مستوى. ودفاعات الوداد مش احسن حاجه. اما تضغط عليها بشكل مكثف، بتعمل عليها بريس جامد، لا بيحصل اخطاء كبيره جدا. وتلاقي هم ما بيقفوش في مراكز يعني بيحصل غلط في التمركز في دفاعات الوداد. أيوة. فدي سرعه شحات، سرعه تاو. عاوز اقول يعني يبقى في كهرباء تركيز اكتر، يعني يسيبوا شويه من العشوائيه والارتجاليه شويه في الاداء. يبقى في رصاده شويه، في حكمه شويه. اعتقد ممكن الاهلي يجيب هدف، ولو الاهلي جاب هدف الامور هتختلف والحسابات هتختلف. بس حضرتك التشكيل اللي هو إنه انت بتنصح انه كولر او يلعب او شايف انه هيلعب بنفس التشكيل ده، معناه ان كولر هيلعب هجوم. لان هو لو هو هيلعب دفاع على السيناريو اللي انا قلته في بدايه الحلقه، انه يامن دفاعات ويلعب بدفاع منظم ويقوم يعمل عمق دفاعي، لازم ما يبقاش عنده يضيعش يعني ما يضيعش مجهود كهربا ومجهود بيرسي تاو في الجزء الاولاني. فلازم لازم انا اعتقد ان هو لازم يسحب حد من الهجوم شويه او اتنين. هو ممكن كهربا، ممكن شريف ينزل من كهربا. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. ممكن شريف ينزل من كهربا، لان شريف برضه بينزل لوسط الملعب وبيعمل محطه. شريف عنده مهام دفاعيه برضه بالظبط. كمان حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه لا بيلعبوا بشكل دفاعي عالي جدا. يعني الثلاثي دول هايلين. الثلاثي هايلين جدا دفاعيا وهجوميا. ايوه. ولو حطيتهم في الناحيه الدفاعيه اكتر هيفيدك اكتر. وهيبقوا فعلا حق الصد تاني قدام ايمن حسوني بتاع الفريق الوداد. طبعا زي المترجع بيقولوا عنده اصابه مش هيلعب. سامبو لا هيبقى في هيبقى في حق الصد تاني قدام خط الوسط الفريق الوداد ومهاجمين فريق الوداد. لو احنا وقفنا او النادي الاهلي وقف بشكل جيد جدا في ملعبه
ويدافع من نص ملعبه، مش ما يتراجعش لخط 18، هتفرق كتير قوي مع الوداد. طب علي معلول، كابتن علي معلول الجناح الايسر للنادي الاهلي، هل شايف انه يريحه مع بدايه المباراه؟ لا، علي معلول ما ينفعش يريح. علي معلول بيطبق لك شغل عالي حاسين جدا. ان هو في الفتره الاخيره اداؤه فيه، حاسين لعيب مجهد شويه. ما هو عشان بيلعب على طول. يعني ممكن خالد عبد الفتاح ينزل، لان في خالد عبد الفتاح ده جوكر في خط خط الدفاع، بيلعب ناحيه محمد هاني، بيلعب مطرح ياسر ابراهيم، ممكن يلعب مطرح معلول، جوكر في منطقه الدفاع. لكن يبدا معلول برضو، لان معلول برضو مهامه في الماتش ده تختلف عن مهام في ماتش القاهره. ايوه، ماتش القاهره مهام هجوميه. كنا بنشوف بعض الاوقات حمدي فتحي بيرمي عليه شويه، حسين شحات بيرجع شويه، لكن الناحيه الهجوميه كانت واخده منه اكتر. اعتقد لا، الناحيه الدفاعيه والحرص الدفاعي والتركيز ده مهم جدا بالنسبه لمعلول والهاني. يعني اللي هم الظهيرين دول لازم يكونوا حاطه في اوج تركيزهم ووعيهم وتحركاتهم الواعيه في الملعب، عشان احنا ارجو من لعيبه الاهلي لازم يفطنوا حاجه مهمه جدا، عدم احتساب اخطاء حوالين منطقه الجزاء، عشان هم مميزين جدا في الكرات الثابته، مميزين بشكل عالي جدا. احنا شفنا ماتش سان داونز هناك، الهدفين اللي جابوه في سان داونز من كرات ثابته. ايوه، لا وكان في كوره هتيجي في الاهلي، الهدف اللي كانت يعني كان الحمد لله مصطفى شوبير صدها كويس، كان واقف يعني ايه، كان مع الموت سنتر نفسه وكان عنده ثبات، خدها على صدره على طول بثبات يعني فدي هم مميزاتهم. اعتقد الكل فريق دلوقتي كتاب مفتوح، سواء بالنسبه مستر فاندر بروك البلجيكي اللي فعلا مدرب برضه محنك، واستلم الفريق في 5-5، يعني بقى له تقريبا شهر فقط. بروك البلجيكي عنده بوكر فيس، هو ما تفهمش هو زعلان فرحان متضايق. لا بس عامل معاهم شغل جدا كويس، عامل شغل كويس جدا طبعا. وبرضه يحسب للوداد حاجه ثانيه، ان هو فريق الوداد تعاقب عليه لسه كنت هقول لك 3 مدربين فنيين، لكن هو قدر برضه يحافظ على مستواه وثباته ويكمل لغايه ما يوصل النهائي، فاذا ده فريق كبير. طب لو معلول ما لعبش، مين البديل بتاعه؟ خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح بالظبط. يعني ممكن يكون اشرف، لكن لا، انا خالد عبد الفتاح عنده خبرات ومتمرس على اللعب فيه مع الكبار، وشفناه في كذا مناسبه لا ادى بشكل جيد، سواء في ناحيه محمد هاني او ناحيه معلول، حتى شفناه في كاس العالم للانديه. طب ما تقول لي التشكيل كده المتوقع اللي انت شايفه الامثل، تشكيل واحد وتشكيل اثنين، يعني اوبشن 1 واوبشن اوبشن 1 محمد شناوي حارس مرمى، طبعا حارس مرمى ده اوبشن 1 و2 ده هو كل حاجه. يعني ده ثابت في الاثنين. كويس. الدفاع معلول محمد هاني، عبد المنعم ياسر ابراهيم. وبقول بس عبد المنعم، بس اكيد مستر الكوره كده مسك ودنه كده وقال له بلاش فلسفه، هو عنده قدرات فنيه عاليه جدا وحاسس بنفسه. فنفسي بس يبقى عنده يركز اكتر ويلعب بشكل عملي اكتر، يلعب السهله بلغه الكوره بالظبط، مش هي دي اللي احنا بنقولها، العب السهل عشان ما تعقدش الامور، ما تحصلش تعقيد للامور. وسط الملعب طبعا، يعني انت معلول لو كان لعب السهل لما قطع الكوره ما كانتش الكوره دي داخل الجول. هو لعب الصعب، هو بيوديها قدام زقها الواحد من اي حاجه، يعني اي حاجه غير كده، اي حد كان جنبك زقها بالظبط، كان خلص المأزق، خلص انتهى. وسط الملعب مروان عطيه طبعا، حمدي فتحي واليو ديانج، قدام حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف. اعتقد ده السيناريو الاول. اوبشن 2 بقى ممكن خالد عبد الفتاح يلعب مكان معلول، ممكن نشوف السوليه ياخد ادوار مكان حمدي فتحي. ليه؟ حمدي فتحي راجع من اصابه، انا ارشح عمرو السوليه مكان حمدي فتحي بالظبط. ده كان مجهد شويه في الماتش الاولاني، وكان لسه راجع من اصابه وعمل شغل عالي جدا، لكن جه في اخر ربع ساعه خلاص انهك، خلاص بقى مش قادر بدنيا، مش قادر يعمل. وعمرو السوليه لعيب قوي وعنده خبرات عاليه طبعا، لعيب دولي لعيب كبير، ويقدر برضو يعمل شغل كبير جدا في وسط الملعب النادي الاهلي. وكمان عنده ميزه اللي هو بيطلع لقدام وعنده الشوط عالي جدا، شويط. بس برضو احنا بنحكم على انه عمرو السوليه، على انه احنا دي خبراته وده تاريخه، ولكن احنا مش مكان كولر عشان نشوف هو النهارده عامل ايه. ما هو بقى دي النقطة، هو الأدرى. ما هي بالظبط، هو أدرى بكل الكواليس وكل خبايا اللعيبة، إمكانياتهم، حالتهم الفنية، البدنية، الذهنية، ثقتهم بنفسهم، كل ده أكيد هو
بيذاكر كل واحد في اللعيبه. كمان عنده انت قدامك كمان يحيى جبران، الجعدي، جلال الدودي. طيب يعني انت عندك السوليه مكان حمدي مكان فتحي، مين فتحي. بقى كمان في النص؟ في اليو ديانج ده لازم يبقى موجود، ده لازم، ده انا مسميه الدرع بتاع النادي يعني. ده رمانه الميزان فعلا. آه. قدامه وورا، يعني الماتش اللي فات كان راميه ناحيه محمد هاني بيرسي وعامل جبهه، وفتحي عامل جبهه مع ايوه معلول. لا لعيب ما شاء الله، عنده قدرات بدنيه عاليه جدا، جسمانيه عاليه. فلازم يكون موجود. اعتقد هو ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. شحات لازم يبقى موجود، بيرسي تاو لازم يبقى موجود، بس كهربا ممكن يبقى بديل ليه شريف. لشريف بالظبط. طب ما تيجي نروح كده مع مخرجنا محمد شرباجي ونشوف فاصل كده لنادي الاهلي في دوري الابطال او نهائي دوري الابطال في 2001. تعالوا نشوف كده الفاصل ده ونسترجع ايام جميله ونجاحات للنادي الاهلي في 2001. البطوله دي كانت غاليه. تعالوا نشوفها ونرجع تاني. كورة مصر، كورة مصر، كورة مصر. مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال عام او موسم 2001، وحصل النادي الاهلي طبعا على البطوله وعلى اللقب. كان النهائي امام سان داونز الجنوب افريقي اللي النهارده هو البعبع بتاع افريقيا. 2001 في نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم. طبعا تابعنا المباراه اللي كان مع الترجي اللي كنا بنتفرج على الاهداف الضائعه. يعني في هدف اللي هو بدا بقذيفه ابراهيم سعيد في العارضه. الكوره دي لو الكوره دي كانت جت جول كان هيبقى جول عالمي لابراهيم سعيد. الكوره مش عاوز، هي لما تعوز في توفيق وعدم توفيق، يعني في العارضه ثم في القائم، يعني شوف مش عاوز تخش فعدم توفيق. بس نتمنى بكره ان شاء الله يكون التوفيق ان يحالف نادي الاهلي طبعا اللعيبه يعني. ان شاء الله. جاءنا البيان التالي انه مانشستر سيتي احرز هدف والله في دوري ابطال نهائي دوري ابطال اوروبا في الدقيقه 68. لسه فاضل على المباراه بعض الدقائق، يعني تقريبا هو المفروض يعني اللوجيك كده بمشوار المان سيتي في سواء باللوجيك مان سيتي ياخد البطوله خلاص، لان هو ريال مدريد يعني قرقشوا كده زي ما بيقولوا باللغه العاميه، اللي هو حامل الرقم القياسي 14 لقب. ده حامل رقم قياسي 14 لقب. فاذا وعنده اوراق كتير جدا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شايف الاهداف اللي احنا شفناها والمشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم اللي هو موسم 2001، ايه الاختلاف شايفه من الاهداف اللي احنا كنا بنتابعها؟ طريقه اللعب اختلفت. يعني الطريقه دي كان فيها الناحيه الهجوميه اكتر، دلوقتي ناحيه تكتيكيه وقراءه المنافس وازاي في استراتيجيه. كل ماتش بتذاكر المنافس بشكل جيد وتعمل استراتيجيه مختلفه لكل مباراه. ده اللي مختلف. التحركات مختلفه. لكن كان في اهداف شويه كتير من العمق، صح؟ احنا النهارده بنشوف كل من الاطراف، كل من الاطراف، الاجناب، كروسات، حتى من ضربه ثابته. كل دي بتبقى من العناصر او من الحاجه المهمه جدا اللي بتيجي اهداف، سواء الشوتينج او الكروسات او الضربات الركنيه. كل دي بتبقى من العناصر المهمه جدا في اللي ممكن تجيب اهداف، غير الاول كان كله من العمق. لكن دلوقتي في تحركات، في بتحاول من خلال قراءتك للمنافس تفتح جبهات في دفاعات المنافس بشكل مختلف، سواء عن طريق اليمين او اليسار او من العمق في بعض الاحيان. دي كلها سيناريوهات مختلفه جدا المدير الفني بيحطها من خلال قراءته للمنافس اللي قدامه. لو احنا اتكلمنا على محمد هاني وبيرسي تاو، هما الاثنين جبهه واحده. كنا بنشوف الاول محمد هاني في مباريات سابقه ليست بالقريبه يعني ولكن بعيده شويه. كنا بنشوف محمد هاني هو اللي بيطلع وبيعمل العرضيه وبيعمل كروس باس وبيسلم وبيستلم، يعني عنده اداء هجومي اكتر. أيوة. النهارده لا، هو كولر مثبته شويه طبعا لغايه نص الملعب طبعا، يسلم لبيرسي تاو، بيرسي تاو بيشتغل بالظبط. هل ممكن يحصل هو يعمل مفاجاه ويفاجئ بيها شويه تحرك زي ده تباديل وتوفيق امام الوداد غدا؟ لا، هو لو حضرتك لو تراقب تحركات بيرسي تاو في الفتره الاخيره ان هو بيخش نص الملعب. ايوه، ما عنده مرونه حركيه بالظبط. هو مديله الحريه بيتحرك في المناطق الاماميه بشكل كبير جدا. بتلاقيه في نفس الجبهه مع محمد هاني، لا بيخش ساعات
مهاجم صريح جدا في مكان مثلا كهربا، أيوة. بتلاقيه من الناحيه الثانيه راح ناحيه حسين الشحات ويحصل كروس حسين الشحات بيجي الناحيه الثانيه، فدي كلها وده يروح يمين. في عدم التزام بالمراكز، ودي كلها بتخلي المدافعين مش عارفه تراقب مين وتعمل ايه، بتخليه برضو مش محتار وبتحصل لخبطه ربكه في الدفاع المنافس. لكن اعتقد في الماتش في غدا ان شاء الله، اعتقد هاني هيثبت فيه، مش هيطلع كتير، على الاقل زي ما قلنا في بدايه الحلقه في اول الشوط الاولاني. لو احنا الشوط الاولاني الاهلي قدر يحافظ على شباكه نظيفه، وقدر من خلال الهجمات المرتده السريعه اللي فيها تركيز عالي جدا. انا عاوز اقول كمان لابد من، احنا مش نضيع بقى الاهلي ضيع هنا فرص مؤكده، لا، عاوز اقول مش انصاف الفرص، اشباه الفرص، لازم استغل اشباه الفرص عشان الفرص مش تيجي تاني. توفيق ده من عند ربنا، من عند ربنا، لازم اكون مركز بشكل كبير جدا. لكن محمد هاني هيبقى يتمركز في منطقه الدفاع، هيطلع بحسابات قليله جدا، ولو طلع لازم ياسر ابراهيم يغطي عليه، او قالوا ديانج زي ما كان بيعمل في بعض الاوقات. نفس القصه في الناحيه الثانيه، معلول هيلتزم من الناحيه الدفاعيه، لو لعب معلول مش على الفتاح بالظبط، لكن ممكن يفاجئنا يلعب على الفتاح. طيب خلينا في نقطه مهمه جدا محمد عفوا، كابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، اشاره الكابتن بترجع له عشان هو بيعود مره اخرى للملعب بعد الاصابه اللي كان تعرض ليها، ولكن بعض كان شايف انه غياب دور كابتن الفريق كان في لقاء الذهاب ليه دور ولو بنسبه في اللي حصل، انه الاهلي يتلقى مرماه هدف في الدقيقه 86 قبل نهايه المباراه باربع خمس دقائق. طبعا دي نقطه مهمه جدا. شايف الموضوع ده بكره هيكون ليه اثر ازاي ايجابي ان شاء الله؟ طبعا اصل ده قائد ده بيعرف يوظف اللعيبه اللي قدامه وبيكلمهم بشكل مستمر، تعليمات بشكل مستمر، وخصوصا في الاوقات الحرجه والصعبه اللي كنا فيها بالظبط. فكان لو محمد الشناوي طبعا مصطفى شوبير ادى دوره، لا لكن شوبير كان هايل، لكن في ادوار عاوزه خبرات كبيره جدا، حارس متمرس لعب نهائيات كتيره جدا سواء مع منتخب او النادي الاهلي، فدي كلها بيبقى موجود بقى في المواقف دي. في اخر ربع ساعه بيعمل يعني بيصحي اللعيبه، في تركيز عالي جدا، عدم السرحان والتوهان في كذا حاجه. يعني طبعا هو كابتن قطع الكوره بشكل جيد، كان مركز في دوره كحارس مرمى، عايز يطلع شباكه نظيفه ويحمي عرين النادي. اول مره يلعب في حياته نهائي. الشناوي بيبقى عنده كذا حاجه، زي ما مثلا تبقى قاعد حضرتك انا بركز في الكاميرا ومركز في الاير بيس والمخرج بيقول ايه، ومركز في اللي هقوله ومركز في كلام حضرتك. هو ده محمد الشناوي بيبقى عامل مركز في ان هو حارس مرمى، كل الظروف المحيطه بيه، مين شايفه بيتحرك غلط، مركز شايف حد بيعمل لعيب مثلا في ثغره، مركز مع كولر بره في الجهاز الفني ايه عاوز يقول ايه، هي هنا اللي بتقول ايه. دي نقطه الكابتن يعني. طبعا دي الدور دي بتخلي بيختلف او بتميز حارس او لعيب عن لعيب عنده خبرات، لعيب عنده رؤيه كبيره جدا في الملعب، بيبقى مركز في اكثر من جبهه سواء نفسيا بدنيا ذهنيا مع اللعيبه، تحركاتهم في المناطق اللي قدامه في خط الدفاع وخط الوسط ازاي بطلع بالكوره في الظروف الصعبه، ازاي ما اطلعش العب كره طوليه، دي كلها مهمه جدا عشان بخليهم دايما في حاله تركيز كبيره جدا، لان الماتش ده لو فيه جزء من الثانيه حصل سرحان او توهان بتلاقي جول زي ما حصل في الماتش القاهره. طيب. فدي كلها مهام مهمه جدا للشناوي، بغض النظر بقى عن تركيزه هو في حراس المرمى والريفريش بتاعه والتركيز في كحارس مرمى، دي مهمه جدا، لكن عنده ادوار تانية زي ما انا ذكرت كده. تعالى بقى قبل ما نتكلم عن الوداد ونتكلم عن حكم لقاء ان شاء الله غدا مملك نشوف كده، نسترجع اول بقى بطوله حصل عليها النادي الاهلي مع كوتوكو 82. تعالوا نشوفها ويبقى احنا كده ايه بنتفائل اول بطوله، وان شاء الله هي دي البطوله اللي جميل السيناريوهات دي جميله فعلا. تفاؤل جميله جدا واحراز يعني وده التذكره. ايه رايك في التذكره الجميله دي؟ 1-1 والحصول على الكاس. خارج الارض، هناك خارج الديار، وكان بعد ما كنت مغلوب 1-0.
والفريق كوتوكو فريق مخيف كان اقوى فريق في القاره الافريقيه، وكان كل لعيبته هارون يوسف كان كلهم لعيبه منتخب غانا، ما كانش في احتراف زي دلوقتي، اللعيبه كلها في السكواد في نفس التيم. لا وكان ده جيل عظيم، جيل من الاساطير، مختار على كابتن اكرامي، على لا طبعا الخطيب، مصطفى عبده، مصطفى يونس، لا اعلام كبيره وكباتن كبار للنادي بالظبط. الاهلي. فكان عشان تاخد البطوله من انياب كوتوكو في غانا في اشانسي، دي كانت مشكله كبيره جدا. لو تتذكر احنا طبعا اتفرجنا على الكلام ده في التلفزيون، كانوا يعني مش عايزينهم يطلعوا ياخدوا الكاس، كانوا أيوه. في شويه مناوشات تحت، والخطيب طلع بالعافيه، كابتن محمود الخطيب. طيب ان في حكم خلاص هيعتزل التحكيم، والاتحاد الافريقي او لجنه الحكام بتعينه لاداره لقاء العوده في نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم، اغلى بطوله في القاره. هل دي مكافاه ولا دي يعني ده مكافاه للحكم ولا مكافاه للوداد ولا عقاب للنادي الاهلي؟ ممكن حضرتك تفهمنا؟ لا طبعا هو طبعا عاوز اقول سوء اختيار من هو سوء الاختيار ده هيفضل ملازمنا لغايه يعني عاوز اقول حاجه، الماتش الاولاني في القاهره معتز الليبي، حكم الليبي معتز، تشعر المباراه اكبر منه حجما، قراراته كان مش صحيحه بشكل كبير جدا وكانت مؤثره. يعني الطرد بتاع اخر الماتش، الكره بتاعت الهاندبول دي كان لازم طرد، ما فيهاش نقاش يعني ولا جدال، وحتى ما رجعش للفار، ضربه جزاء لحسين الشحات وما رجعش للفار، ودي حاجات مؤثره في نتيجه المباراه. ده شق. لا ضربه جزاء لحسين شحات ده لا محال يعني بالظبط. فاذا على رجله واحنا كلنا شايفينها، هو زي ما يعني ما راحش شافها يعني، ولا حتى الناس اللي في الفار قال له تعالى بص شوف، يعني مش عارف ازاي فعلا، في حاجه فعلا عليها علامه استفهام كبيره جدا. طيب خلينا في العقد اللي جاي ده بكره. مملكه الاثيوبي ده يعني حكم للاهلي 9 مباريات في دوري الابطال، وكلهم في دوري الابطال. ايوه. منهم مباراتين حكم للوداد والاهلي 2017 في القاهره كان 1-1 ساعتها لما الوداد خد البطوله. ايوه. هناك 1-0. وحكم الماتش اللي كان فيه هو امامنا على الشاشه عشان الناس تبقى عارفاه. ايوه. اللي يشوفوا يعني هو تحس هو بيبرق للناس كده بيخوفهم يعني حاجه يعني المهم. وحكم ماتش تاني الترجي والنادي الاهلي، اما الاهلي كسب هنا 3-1 وراح هناك في الترجي كان في اجواء مخيفه جدا. وحاجه ارهاب خارج الملعب. اما هشام مصطفى وهشام محمد اصيب والاهلي دخل والاهلي اتغلب 3-0، هو كان حكم هذه المباراه وما عملش وما ابداش حمايه كامله للاعيبه الاهلي. طيب ده تخوفنا بس يعني. شايف ايه السيناريو اللي المفروض فنيا ونفسيا يتم التوجيه للاعبي النادي الاهلي بخصوص التعامل مع الحكم؟ اول حاجه اللي انا اصلا ما احطوش في حساباتي الاول، انا انزل مركز. دي اول حاجه. كاني مش موجود، كانه اللي بيحكم واحد تاني، مش بالزبط. الراجل ده وان هو طالع معاش بعد ما انا مركز في اخر مباراه ليه. انا مركز في ادواري في الملعب، هدفي ايه في الملعب، طموحي ايه في الملعب، انا انزل اخرج درون او 1-0 او ما اخش فيه هدف واطلع بنتيجه المباراه واخد الكاس من المغرب. دي كلها عاوزه ادوار وعاوزه تركيز عالي جدا، ضبط النفس، توازن دفاعي وهجومي، ما فيش اعملش احتكاك مع لعيبه الوداد اللي هم فعلا هيبقى فيه استفزاز بشكل كبير جدا طبعا. ما اديش فرصه اللي هو يحسب ضربات فاولات ثابته حوالين منطقه ال 18 لان هو اكيد هيبقى فيه التحامات اطلع بيها بره زي ما قلنا في بدايه الحلقه. انا ادافع بس من قدام من وسط ملعبي من خط المنتصف، ما ارجعش ادافع، ما ارجعش لورا، ما خليهمش هم يخشوا في حضن اللعيبه في الملعب. دي كلها اخطاء كبيره جدا وجسيمه جدا. الحاجه الثانيه، طول ما انا مركز، طول ما انا فايق، طول ما انا اللياقه البدنيه والذهنيه عاليه جدا، اعتقد وعدم الالتحام وما اديش فرصه لاستفزاز المنافس مع الجمهور اللي كان موجود والضغط اللي عليه، اعتقد دي كلها تبقى في صالح النادي الاهلي. ومش هتدي فرصه لمملاك اللي هو يعمل او يعني يعمل بونت على النادي الاهلي ويحصل مشكله كبيره جدا ويبقى في استفزاز من الحكم. مش عايزين يعني هو طبعا احنا اتكلمنا عن الحكم مشاهدينا لان هو يعني عنصر اساسي، عنصر اساسي بس احنا بنتكلم على انه هو يعني تعيينه
وهو ده اخر ماتش، خليه في ماتش تاني. بالظبط. مش نهائي يعني عاوز دوري اكرمه العب مثلا دوري المجموعات في اي ادوار مش مؤثره يعني. هو لكن بقى- ما لعبش نهائي. طب لو اخطا خطا يعني مؤثر في المباراه او على نتيجه المباراه، المفروض يتعمل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. هاي طبعا ما هو خلاص خلاص بقى. يسحبوا منه مكافاه نهايه الخدمه. خلاص. مفيش طبعا الكلام ده، ولكن نتمنى زي ما قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عادل انه اللعيبه ما لهاش دعوه خالص بالحكم ولا كانه موجود. طبعا هيكون في التحامات وهيكون في فاولات طبعاً، والكلام ده طبعاً. كله، ولكن ضبط النفس اهم حاجه. يعني ما انساقش وانفعل مع اي خطا هو هيبقى قاصد او غير قاصد ان هو بالظبط. يعمل. ما ادوش هو ده فرصه. ما بالظبط. ادوش هو فرصه. فاخطا خلاص، احنا في فار في بتاع، نحاول ان احنا ما نحتكش بيه، عشان حتى لو هو عنده نوايا، النوايا دي حتى ما يبقاش عنده مبررات ان بالظبط. هو ينفذها. واكيد يعني اكيد برضو وصل له كحكم يعني. وصل له الاهلي معترض عليه. معترض كل ده وصل له في انتقاد، في انتقاد كبير جدا عليه. فدي كلها هتمثل ضغط عليه ومش عاوزين يبقى متحفز. لا يبقى في فير اكتر وعداله. عاوزين عداله مش اكتر يعني. تعال نروح نشوف الجماهير كده قبل ما نختم حلقتنا ونختم او نكمل كلامنا، ونختم او نشوف الفصل بتاع الجماهير، جماهير الاهلي وجماهير الوداد، نشوفهم عاملين ايه. دي طبعا جماهير الاهلي العريقه اللي بتغني للنادي الاهلي في التدريبات، واحنا شايفينها في استاد في المغرب بتتابع تدريبات الاهلي وبتشجعهم. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله غدا باذن الله، ويعود بالكاس 11 الى القلعه الحمراء بالجزيره. يبقى ان احنا نقول انه اي تعادل زي ما كلكم عارفين باي نتيجه، سواء 0-0 تعادل سلبي او تعادل ايجابي، باي نتيجه الاهلي يحتضن الكاس. النقطه الوحيده اللي ممكن توصل المباراه الى اكسترا تايم او وقت اضافي وبعديها ركلات ترجيح هو انه تكون نفس النتيجه 2-1 او 3-2، مش كده؟ ولا 3-2 تكسب الاهلي؟ لا لا تكسب الاهلي طبعا. تكسب الاهلي. يعني هو 2-1 الوحيده اللي هتودينا لضربات بالظبط الترجيح، اللي هو نفس النتيجه بتاعت نفس نتيجه لقاء الذهاب، هي الوحيده اللي هتوصل لاكسترا تايم او وقت اضافي وتوصل لضربات ترجيح. هل تتوقع السيناريو انها توصل لركلات ترجيح؟ كل شيء وارد. دي نهايات. نهائي بطوله، وكل السيناريوهات مطروحه. انت برضه حضرتك النادي الاهلي بيلاعب فريق كبير. فريق الوداد برضه فريق وصل 6 مرات للنهائي، خد البطوله 3 مرات منهم مرتين بالنادي الاهلي، فدي كلها بتديله حافز. تشعر برضه حضرتك اللي هو اللي اول مره لتاني سنه على التوالي بيلعب نهائي على ملعبه. زي ما قلنا في الاول ده، لكن الموسم الماضي كان ليه ظروف مختلفه، لان كان نهائي واحد وكان في ظلم كبير جدا للاهلي، وفي ملابسات كتير جدا خارج الملعب اثرت على المباراه. الحاجه الثانيه فريق برضه عنده عناصر مميزه، عنده عناصر دوليه، عنده مدير فني فان بروك بلجيكي برضه غامض كده، ما اعرفش بيعمل ايه زي ما ذكرت. بيضحك متحفز، عنده البوكر فيس ده اللي هو الوجه الغير معبر، غير معبر عن اللي بداخله. فدي كلها امور، وهو برضه اكيد شكل الاهلي وذاكر الاهلي بشكل جيد. فدي كلها كل حاجه مطروحه. تبقى حاجه مهمه جدا زي ما قلنا في الاول مره واثنين وثلاثه، يكون التركيز. اللعيبه عندها تتحلى بالجرأه بالشجاعه، ما تهبش الموقف. انت رايح تبقى في ثقه، انت رايح كسبان واحد. الضغط على الفريق الوداد اللي هو عاوز باي طريقه يجيب الهدف الاولاني، ثم يفكر بعد كده الدنيا عامله ازاي. وحتى لو جاب الهدف الاولاني يبقى عندك ثقه، عندك هدوء، ثقه بقدراتك ان ممكن تحط هدف التعادل وتصدر الازمه تاني للفريق الوداد. فدي كلها حاجات مطروحه. ممكن هم يجيبوا هدف تاني يبقى نلعب ضربات جزاء. لا احنا الاول هنلعب وقت اضافي. طيب الوقت الاضافي في صالح مين؟ الاهلي ولا الوداد؟ الاهلي. ليه؟ لان انت كنادي الاهلي انت اصبح عندك نص ساعه وقدرت تحط هدف. من يتفوق في الوقت الاضافي؟ صاحب الاهلي عشان احنا بنتكلم بدنيا. لا الاهلي حتى بدنيا عالي جدا. يعني اذا الذهاب الى وقت اضافي ده في صالح النادي الاهلي بدنيا، فيقدر الاهلي طبعا يجيب هدف كمان. لان برضو يبقى عندك فرصه موجوده، فرصه متاحه. لكن الضغط كله بيجي على فريق المغرب وجمهور المغرب. كل ضغط على اللعيبه، لان الكره النهائي في ملعبك وانت خلاص كنت جايب جون ودخل فيك هدف كنت ممكن تخلص. دي كلها ضغط عليه.
فدي كلها في صالح الاهلي. كل ما طب لو رحنا لضربات الترجيح لصالح؟ لا دي بقى دي- توفيق وعدم توفيق. ده- فعلا توفيق من اللعيب اللي بيخش وتوفيق من حارس المرمى اللي واقف. لكن الشناوي اقدر وافضل وخبره اكتر، زي ما شفنا سيف المطيع. اولا قرارات كلها خاطئه في الماتش القاهره، ما كانش مركز بشكل كبير جدا، مش الخبره الكبيره اللي هي تقدر تتحمل ضغوطات زي ضربات جزاء. لكن برضه هي توفيق وعدم توفيق وقدرات لعيبه ومهارات وتدريب على ضربه الجزاء. ما نعرفش الحقيقه لو حد عنده المعلومه، هل كولر مستر كولر مدير فني النادي الاهلي درب اللعيبه اليوم في التدريب الاخير على الركلات الترجيح ولا لا؟ اعتقد كان في بالفعل قالوا لي كان في فعلا ما دي كلها سيناريوهات زي ما سيناريوهات مفتوحه. نتمنى ان احنا ما نوصلش او النادي الاهلي ما يوصلش لضربات المعاناه الترجيحيه. هي معاناه فعلا. معاناه فعلا دي رغم يعني ان الاهلي في مناسبات كتيره جدا في افريقيا برضه خد البطوله خارج ملعبه بضربات الجزاء. أيوة. لكن احنا مش عاوزين نوصل ل يعني ارتباك اعصاب لسواء اللعيبه او جمهور سواء في القاهره او في المغرب او اللعيبه. نتمنى مش عايزين نوصل الكلام ده. نخرج بالمباراه قبل نهايتها ان شاء الله. الاهلي هيخلص المباراه باذن الله في ال90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، وب يعني جهد اللعيبه وقبلهم طبعا يعني قدره الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي والفوز في لقاء غدا ان شاء الله باذن الله، والعوده بكاس دوري ابطال افريقيا لكره القدم واضافه الكاس رقم 11 لخزائن القلعه الحمراء. استاذ عادل عطيه الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمرو، اتشرفت بوجودي مع حضرتك، ونتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب ويفرح مصر. الناس برضه محتاجه في مصر فرحه يعني تبقى تضيف انجاز كبير جدا للكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا بنتمنى التوفيق مره ثانيه للنادي الاهلي والفوز في هذا اللقاء غدا. الساعه 10 مساء توقيت القاهره سيكون موعد انطلاق المباراه. العالم العربي وايضا الاوروبي سيكون على موعد لمتابعه هذا اللقاء الهام جدا، شامبيونز ليج الافريقي، الوداد البيضاوي والاهلي المصري. كل التوفيق للنادي الاهلي. الى نلتقي في حلقه جديده من الملعب ان شاء الله. لكم مني ومن طاقم العمل بقياده محمد الشربجي كل التحيه. الى اللقاء. شجع فريقك مكان ما يروح من التالتة ومن المقصورة، حقك يكون عندك طموح وتنافس على أي بطولة. كلمة وقالوها أساطير زمان، الكورة بتدي اللي يديها، تهز الشبكة تجيب جوان. أعمل أغنية وغنيها، الكورة يوم ليك ويوم عليك، وبكل روح رياضية في لعيبة زي صلاح كتير هتوصلنا للعالمية. ومفيش في الحلم شيء مستحيل، وبلادنا زمان علمونا وفي بلدنا احنا مسيطرين، أبطال أفريقيا سمونا. كورة مصر، كورة مصر، كورة مصر.